السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتنا أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. والله هذا بث تجريبي فقط من الحاسوب. والله ما أدري كيف يظهر لكم في الشاشة. خلونا نقرعجوا شوية. نشوف كيف يظهر. كيف يظهر لكم هذا تحياتنا الأخ عبدو. هل تسمعوننا؟ ألو ألو. طيب، يبدو أنه هذا الصوت مسموع. والله هذا بث تجريبي فقط من الحاسوب باش نشوفوا فقط كيف 5 سور 5، لأنه أول مرة نعمل لايف تيك توك من الحاسوب، فحبينا نشوفوا كيف غرفة الدردشة، يعني غير الهاتف حاجة واحدة أخرى كامل. هنا يخرجوا واحد الحبوبات بزاف. باختصار شديد، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين الفاسدين الفاسقين. ثم أما بعد، خاوتنا المتابعين على قلتكم في هذا التطبيق اللي فيه المصوتين وفيه العاقلين، لكن ما أكثر المصوتين. تحياتنا أخ نبيل.
حبيت نحكي على موضوعين اثنين كنت حاب نحكيهم في اليوتيوب، لكن بما أن البث تجريبي نحاول نسخن العضلات هنا، ثم ربما إذا تيسر لنا الوقت ندير بالك في المساء لايف من اليوتيوب. أولا حبيت نحيي جهاز المخابرات الجزائري الذي أخرج الكل من جحورهم، خرجهم قاع. والله أحيانا الجزائر تعدل لك خدمة متقنة خاصة لخصومنا وأعدائنا، وما عندهمش مجال. كشغل اللي يفكرني في علم الرقية، نهار تكون ترقي في إنسان والإنسان عنده أمور متلبس به شيء معين ولكن يختفي. حكمة الراقي وفراسة الراقي وتجربة الراقي تجعل هذا المختفي يظهر، وهذا الأمر للأسف الشديد في علم الرقية لا يملكه إلا القلة. هي حكمة يعطيها الله عز وجل للراقي المجتهد، ولكن معظم الرقاة يعني الذين يسترزقون بالرقية لا يملكون هذه المفاتيح، يعطيها الله عز وجل للقلة. فالراقي المتمكن رغم قدم الحالة ورغم يعني قدم السحر وقوة السحر وعقد السحر وكذا، إلا أنه دائما يضع بصمة تخرج المخفي. فالجزائر كأنها تعمل تعمل رقية، ترقي خصومها وأعدائها، أحيانا عبر روبورتاج تلفزيوني، أحيانا عبر شيء معين تمرر به هذه الرسائل وتعمل هذه الرقية. رقية خفيفة ظريفة. المدعو زي ميم أظن، والله ماني شاف الاسم نتاعو، خرج هضر شوية يعني في القنوات الجزائرية بعدما حكمه متلبس بالذخيرة والسلاح. فخرج لنا المدعو ما فرح ما تهنى، ما عندوش الاختيار، ولم يخرج بمحض إرادته. يعني خرجوه قالوا له لابد الآن أنك تتحدث وتتكلم وتقول شيء معين، لابد لك أن تخرج من صمتك. خرج، ما سمعتش كلامه كامل، لكن المقدمة فقط فهمت علاش خرج وعلاش تكلم بالدارجة بالعربية، وحاول زعما يبرئ أو يبرر لنفسه ولحركته، كأنما يقول بلسان الحال: لماذا الدولة الجزائرية تصنفون كإرهابيين؟ نعم، الدولة الجزائرية صنفتكم كإرهابيين لأن الإرهاب هذا مصطلح كبير، لأن البعض يظن أن الإرهاب اللي سماته الولايات المتحدة الأمريكية ولصقاته في جماعة بولحية اللي ربما نسبة منهم كبيرة براء من هذا الأمر، هم يظنوا هذا الناس للأسف الشديد أنه إرهابي لازم تكون لابس أفغاني ورافد دوشكا وكلاشينكوف وداير عمامة وراكب فوق شار وتعيط. يعني اختازلوا الإرهاب في هذا الشيء، وأنك تقول الله أكبر وتقتل الأبرياء وكذا. الإرهاب مصطلح كبير، حتى الإعلام هذا أحيانا يقدر يكون إرهاب إذا كان فيه التحريض على العنف وكان فيها أمور خطيرة. فخرج ما فرح ما تهنى، تكلم بلسان عربي مبين بالدارجة الجزائرية، عرف بنفسه أنه مغني وملحن ومؤلف، حتى قالوا له البعض في التعليقات: يبقى في الغناء تاعك، أنت مغني ومؤلف وملحن، مش دخلك في حوايج كبار عليك. وكأنه يقول: احنا ما خاطينا الإرهاب، واحنا فقط طالبنا باستقلال دولة القبائل.
من أنتم أولا؟ كم يتبعكم ثانيا؟ يعني آخر زيارة للرئيس تبون، وني جاي نحكي على الرئيس تبون الخرجة الأخيرة تاعو. آخر رسالة لخاوتنا القبائل الشرفاء من ولاية تيزا وزو هي اللي خرجاتك، هي اللي خلاتك تخرج من لحمك انت والحركة تاعك، أنك ماشي أقلية فقط تعدون بالأصابع. إذا كان في أمكم فرنسا وين عندكم اللوجيستيك وعندكم الدعم المادي والمعنوي وتتحركون بحرية وعندكم الإعلام وعندكم كلش، ما قدرتوش تخرجوا يعني مسيرة تتجاوز 100 شخص، ما كاش كاميو في الوسط والعلامات اللافتات أكثر من الناس. يعني ما عندكش شعبية، ما عندكش ناس اللي تقدر تدير بهم مشروع أصلا، ناهيك عن أنك تقسم الجزائر أو تقسم منطقة القبائل. ما سمعتش الفيديو تاعو كامل لأنه تضييع للوقت، إذا علم السبب بطل العاجب. خلاص الجملة مفيدة الأولى تفهم البضاعة التي يريد أن يسوقها مفرح متهنى. وحقيقة أشكر المخابرات الجزائرية الأمن الداخلي والخارجي لضرب في العمق وفي الصميم وأخرجك. ما عندكش اختيار إلا أنك تخرج تقول هذا الكلام، وتقول كلام كأنه كيف الجزائر تدعم حركات أخرى وكذا وإحنا متخليناش. من أنتم؟ من أنتم؟ هذا هو السؤال. إذا جاوبتونا من أنتم، أنتم لا تمثلون منطقة القبائل، ويقولوها لكم القبائل الشرفاء سواء في تيزي وزو في بجاية في أي بقعة من لا بتيت كابيلي ولا لا غروند كابيلي، يقول لك يا هذا أنت لا تمثلنا، لأنك أنت لا تسعى أن الجزائر تتقدم، بالعكس أنت راك حاب تقسمنا وعلى بالك وش معناه التقسيم وشكون يدخل في التقسيم وما لي بيا منك ببعيد اللي حفتر رحب بك وبمشروعك القادر. بما أننا ذكرنا حفتر، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون راه وجه بالمناسبة رسالة قوية لكل من تسول له نفسه تعدي الحدود. بلادك دير لنا اللي حبيت، لكن تتعدى الحدود ينتهي الوجود. فرحة مهني والله، يعني مانيش حاب نخصص لك يعني وقت كبير، لأنه الجزائر صنفت الحركة تاعك وحركة رشاد الفيس المنحل سابقا كحركات إرهابية. الصوت ناقص والله يا أخي ناصر، راني من الكمبيوتر، راني فقط ندير بث تجريبي، لكن هذا الكلام راح نعاودوه ربما في اليوتيوب إن شاء الله. فمشروعك سقطوه شرفاء القبائل، يعني الناس اللي كنت حاب تخدم بهم مشروع بعد ما شافوا اتضحت لهم الرؤية وبعد ما تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، جبدوا بك الحصيرة لأنه ما عندكش مشروع. نفس الفكر اللي يحمله الطرف الآخر المدعو رشاد بين قوسين، اللي كذلك الدولة الجزائرية صنفاته كحركة إرهابية بلا ما نعود ندخلوا في التفاصيل. 5 سنوات مرت، في 5 سنوات كنتوا قادرين تشكلوا جمعيات سياسية، حزب سياسي، مناضلين من داخل الجزائر، يعني ما همش بالك محروقين إعلاميا. قدرتوا تجمعوا أموال، يعني كنتوا قادرين تديروا. لو صح حقيقة كان هدفكم مصلحة البلاد والقضاء على الفساد، على بالكم باللي التغيير لابد أن يكون ممارس في الواقع. ما عدا هذا تشويش وتضليل وفتنة ومشاكل ومتاهات، ونقدروا ندخلوا في متاهات أخرى. لهذا أنا لما قلت
نضال التافهين يأكل ثماره المنتهزين، كنت نقصدكم انتوما. واحد تافه كي ناضل اكيد انه يجي واحد فاهم ومستوعب انك غبي وتافه، يخليك يطبعك على صدرك، يديرك في الواجهة، ومن بعد هو ياخذ زمام الامور. تحياتي اخونا سعيد بوشور. الصوت غير واضح. والله يا اخي نشوف انا في الهاتف الصوت غير واضح. الصوت غير واضح. والله انا عندي في الهاتف راهي نسمع في الصوت. طيب خير ان شاء الله، بعد نفيريفيو. على كل حال هذه دردشة فقط وتجربة من خلال الكمبيوتر. والله يعني الصوت راه على حده. هل تسمعوننا أحسن الآن؟ بروفاندو. أظن راح قوي أكثر الآن، نقصوله شوية. سانك سور سانك. أنا خرج اللي عندي الإيكو. الو تسمعوننا أحسن؟ الأخ ناصر كاين إيكو نو؟ سانك سور سانك. المهم نراك كاين إيكو. نقص شوية. نديروه في 100 وهذا نديروه بروفاندو سونيدو. الآن نقص الإيكو. نبيل 5 sur 5 مي إيكو. الآن نقص الله أعلم. لا ترود إيكو. لا أنا نقصت له الآن. وي أوكي. المهم باختصار شديد خاوتنا، يعني 5 سنوات مرت. أي إنسان عاقل فوق هذا الأرض لا يعقل أنك تعمل نفس الخطأ منذ يعني خلال 5 سنوات. 5 سنوات كنت قادر دير جمعيات، حزب سياسي، تناضل يعني في الميدان، لأنه المشروع اللي راك ماشي فيه على بالك باللي ما يمشوش معك فيه الجزائريين، لهم ما كاش مشروع تاع طباع بصدرك ورايح وداخل فلو كان همكم كي رشاد كي الماك، لو كان حقيقة كان همكم ومقصدكم وهدفكم أن الجزائر تتطور ونقضيو على الفساد وكذا، لو الناس مشات معاكم، الناس داتها الحملة في البداية ظنا منهم أنكم يعني راح تكونوا البديل، مثل ما في تسعينات القرن الماضي تعاطف الناس مع الفيس المنحل ظنا أنه سيكون البديل، ولكن شفتوا البديل انتهى بعشرية سوداء، وانتهى بقتل الأبرياء، وانتهى بأمور لا داعي لذكرها الآن. فلهذا مفرح ما تهنى، الرقية اللي داروها لك المساغر جابت أكلها، واللي قال لك خرج هدر زاد رماك على راسك. كان من المفروض تتحفظ ولا دير كومونيكي مكتوب باللغة الفرنسية كي تحبوا تكتبوا بزاف الفرنسية،
قال حنايا مجموعة جمعية ولا حركة كذا نتبرأ من هذا الكلام وانتهى. يعني جاي كحلها عماها، يعني زيد تأكد للجزائريين أنك أنت تريد تقسيم الجزائر. وهذا الشيء اللي يعني كما نقولوا شوف الغباء وين يوصلك. يعني الغباء يوصلك أنك تقول كلام يزيد تخسر ناس. اوكي، احنا كنا نقول لكم في السنوات الماضية سوري فوزات فيلمي، لأنه مخابرات الجزائرية موجودة في كل مكان. وحوس انت شكون صاحبك وشكون عدوك، وما بني على باطل فهو باطل. الحاجة المبنية على باطل أكيد أنها باطل. باختصار شديد خاوتنا، كلام تبون البارح باش نرجعوا نختموا، والكلام نعاودوه إن شاء الله كي يتسع الوقت، نعاودوه بالتفصيل الممل. كلام تبون البارح ليس حملة انتخابية. كلام تبون خاصة في قضية فلسطين، ولو يفتح يعني تفتح الحدود مصر، ماهوش حملة انتخابية. تبون الآن ما يحتاج حملة انتخابية. يعني منطقيا ما كاش اللي ينافس تبون. إلى الصحة تاعو يعني ما خانتوش، ما كاش اللي يقدر ينافسه في الانتخابات ولا في السياسة ولا في أي شيء. في هذه المرحلة ما كاش، مستحيل. يعني ما يحتاج أصلا يدير هذه الحملة الانتخابية، الناس تروح تنتخب. لكن المواقف الرجولية تتكرر في عز الأزمات والمضايقات والمؤامرات. رئيس جمهورية مترشح لعهدة ثانية يخاطب مباشرة السيسي بطريقة مباشرة ويقصد معبر رافح. ولماذا الجيش؟ اوكي، ولماذا اضاف بعدها 3 مستشفيات؟ والناس راحت ضحكت لانه كي قال لهم في 20 يوم شغل ضحكوا. 20 يوم ماشي مستشفيات مبنيه بالبيطون. اوكي، كاين مستشفيات تبنى بخيم وفيها دي بلوك اوبيراتوار وفيها كل حبوبات، دي طونت معروفين في اماكن الحرب يحطوهم. يعني روح شوف اكتب فقط مستشفى متنقل ولا مستشفى كذا يخرج لك وش معناها في 20 يوم. يعني كاين الماتريال وكاين لي طونت وكاين هاد الصوالح. لكن رسالة الرئيس عبد المجيد تبون للسيسي هذه اللي يفهمها الإنسان اللي هارب في مخه ويفهم ويقرأ بين السطور ماذا كان يقصد الرئيس تبون. يعني لولا تواطؤ مصر، لو مصر كانت يعني حاملة هذه القضية مثل ما حملتها الجزائر وفتحت الحدود، كان نقول لهم ستجدون الجيش الوطني الشعبي سندا لكم. يعني كلام حمال أوجه عند الناس العاقلين اللي يفهموا وش معنى هذا الكلام. يعني لا كنتوا خايفين وفتحتوا الحدود ولا قدر الله ضرب الجيش الجزائري، نبين لكم الآن وش عندنا. لأنه يعني صار الآن راح تولي حرب مباشرة. لكن يا ليت مصر يفهمون هذا الكلام. كلام قوي وكلام من رجل شجاع، ونحن لا ندهن ولا نشيت، نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت ولا نخاف في الله لومة لائم. والنهار كش نهار بعد الانتخابات أفضل نحكي لك على الشأن الداخلي، من هو سببه ولماذا الجزائر بقات تباطيني في كثير من الأمور. إذن أخي الكريم إلى ركضان باش نختم، أنه راه عندك مجتمع الآن يمشي بفكرة تطوير البلاد، راك غلط. راك غلط. كي المسؤول كي المحكوم إلا من رحم ربك. لأنه الناس اللي 5 سنين ما قدرتش تدير جمعية سياسية ولا حزب سياسي تناضل وحابة تخرج الناس للشارع، هذه عمرها لا راح تبني بلاد.
هذو هما الانتهازيين، غدوة من غدوة يحكموا. وانا شفناهم يعني داروا باسينة وراحوا الدراهم، ما بالك نار تولي فيها سوناطراك وخزنة دراهم واستيراد وتصدير، وتعود تدخل هذا وتدخل الاخر، تقول هذا حر ندخله وهذا ما ندخلوش. يعني العقلية نفسها اخو، العقلية نفسها. يعني المجتمع باش ينضج باش يافونسي لازم يتجرد من مدارسه وشيوخه. نهار يكون عندنا ان بوت، هدف هو تطوير الوطن، ما فيهاش هذا بني عمي وهذا صاحبي وهذا ناضل معايا نجيب وهذا. اوكي، كاين صاحب الكفاءة وصاحب الأمانة، وعسو في نفس الوقت. صاحب الأمانة ولازم لك تعسو في نفس الوقت. بعد الانتخابات إن شاء الله نحكيو بالتفصيل الممل من كان وراء مشاكل النقل البحري للمسافرين، من كان يسعى يحرق الغابات، بزاف امور، بزاف بزاف بزاف. ومن بعد يبعثوا الابواق الماجوره تاعهم سوا ديزون، يقول لك صراع الاجنحه. ايش صراع الاجنحه؟ كاين ناس مفسدين يعملون لاجندات اجنبيه. اوكي، هذو هما الناس، عندهم نفوذ، عندهم ناس، عندهم معش، اكيد عندهم معش. ولكن نهار يغيب الوازع الايماني والوازع الوطني، ومقابل تشيباش ولا دان السير يسير وخليها تجوز. بعد الانتخابات ان شاء الله بحول الله عز وجل نحكي ربما امور تفصيليه. هذا ما اردت ان اقول في هذه الدردشه، يعني في منصه التيك توك. كنا نجرب كذلك في نفس الوقت هذا التطبيق باش نشوفوا كيف يفتح، كيف نقراو التعليقات، كيف نغلقوه. ان شاء الله يعني نتكلموا لكم بعد الانتخابات امور كثيره تخص الشان الداخلي، ونشخصوا المرض ونعطوا الحلول في نفس الوقت، لانه البلاد بلادنا وما نديروش راينا، بلاد بلادنا نبنوها. اللهم إن استودعناك الذين ظلموا ونجعلك في نحور الذين ظلموا. الحكاية وما فيها أن الجزائر رجعت أهلها ومواليها، ومن أجل هذا تكالبت كل أجناس عليها. كان معكم أخوكم أبو سلمى الأندلسي من تطبيق التيك توك، على أمل اللقاء بكم في تطبيقات أخرى. دمتم في رعاية الله وحفظه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.